حبايبي، سلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض بقى الليمون السهل السريع اللي يتاكل في خلال 5 6 ايام بالكتير قوي، ومع الفلفل البارد مش حراق. تمام. انا معايا كده ايه شوية ليمون جبتهم وشوية فلفل. نقول مع بعض كده المقادير. عندي 4 معالق ملح، لكل لتر مية عليه 4 معالق ملح. ومعايا شوية عصفر وشوية حبة البركة، وكمان شوية هريسة وشوية خل صغيرين، ولون الزعفران، ومية مغلية متبردة، والفلفل الأحمر البلح ده أنا هقطعه معاه. اول حاجه هنغسل بقى الليمون غسله كويسه جدا 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 في ميه جاريه كده. تغسليه كويس جدا، واهم حاجه ان انت تجيبي الليمونه الكبيره، تكون الليمونه ناشفه وجامده كده، تكي عليها تلاقيها ناشفه عشان تعيش معاكي وما تفرقعش معاكي على طول. في الميه هنا حطيت الميه على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. اول الميه ما تسخن شويه او تغلي، هبدا ايه اسقط بقى الليمون فيها. حط الليمون كده هو بالراحه كده عشان ما تطرطشيش على ايديكي، عشان الميه سخنه طبعا. نحط كل الكمية كده في حلة واحدة كده اهوت، عشان ايه يستوي كله وياخد سوا واحد وكله يبقى زي بعضه. خلاص. اهم حاجة تجيبي الليمونة ناشفة ما تكونش طرية، عشان خاطر لما تستلق ما تفرقعش منك. انا بعد اول غلوة هسيبه ربع ساعة بالظبط، وهسيبه يستوي في خلال ربع ساعة مش اكتر من كده. تمام، عشان الليمون طبعا ده قشرته خفيفة وما بياخدش وقت في السوا يعني. تمام. هو ربع ساعة بس بكتير بعد اول غلوة. بعد كده طفيت عليه وشطفته، وهنبدأ بقى نعمله ايه مع بعض كده. نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. هقطع الفلفل الاحمر كده ايه قطع كده صغيرة عشان يستوي معاه ويتاكل برضو، بيبقى جميل جدا جدا. ده ممكن تلاقيه حراق سنة يعني مش قوي يعني. تمام، بس في التخليل فظيع وجميل جدا جدا جدا. خلاص. قطعته كده بالشكل دهوت، والفلفل البلدي دوت اللي مش حراق ده. ده كبير شويه كده. انا هفضل طبعا ايه هقطعه كده قطع زي ما انتم شايفين، عشان ما ينفعش تخليه سليم كده معاك. قطع كده ايه قطع كده صغيره. يعني الطويله قوي على 4، متوسطه على 3، زي ما انت شايفه كده. خلاص. اهو، ولا تفتحيه ولا حاجه، تقطع بس كده على طول وخلاص. طبعا انا غاسله الفلفل كويس جدا جدا جدا، عشان طبعا ايه اي ترابه اي حاجه لازم تغسلي الحاجه كويس، والحاجه تبقى ناشفه كده في ايديكي، وتبقى جميله جدا ان شاء الله. باذن الله تعملوه بطريقتي كده ويبقى حلو جدا ويعجبكم ان شاء الله. في خلال اسبوع هتاكلي الليمون ده. خلاص. اقطع كده كل الفلفل كل الكميه اللي معايا اهي. تمام. اهي خلصتها وقطعت الفلفل الاحمر. وخلاص نبدأ بقى نعمل ايه نجيب البرطمان كده. انا كده غسلت الليمون الاصفر ده يا جماعه ما بيتنقعش كام يوم ولا حاجه، ده انت مجرد ما تسلقيه خلاص اشتغلي على طول، لان ده المراره فيه بتبقى بسيطه جدا جدا جدا. انا جبت هنا برطمان ناشف وحلو جديد لسه بصراحه اول مره. حطيت شويه فلفل تحت كده في القاعده، وبعدين هحط الليمون. هحط بقى ايه الليمون والفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، هنحطهم طبقات ايه متساويه كده مع بعضيهم. خلاص. اهو انا حطيت شويه ليمون شويه فلفل اخضر، وادي الفلفل الاحمر اهوت. هنحط كده مع بعضيهم، وتتكيش بايديكي عشان الليمون ما يفرقعش منك. انت بس اخبطي كده البرطمان على الرخامه كده اهون، هزيه كده الا كل حاجه هتنزل على بعضها تحت. لكن ما تدكيش بايديكي، اوعي تضغطي بايديكي كده الليمون يفرقع، لان طبعا الليمون مستوي معانا. خلاص. اهو احط كل الكميه كده مع بعضيها كده بتساوي، عشان حتى شكل البرطمان يبقى ايه شكله كده حلو وجميل ويفتح النفس. تمام. الليمون يا جماعه انا ما نقعتوش خالص، انا شطفته بس من ميه السليق بتاعته واشتغلت بيه على طول. حتى شوفوا البخار عامل في البرطمان ازاي، اكمنه ايه كان لسه دافي يعني. ما بنقعهوش خالص. خلصت كده الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر على قد ما البرطمان طبعا هياخد. وهتسيبي مسافه كده البرطمان ياخد الحاجه تاخد راحتها كده في البرطمان. تمليش البرطمان على اخره زي ما احنا متفقين وعارفين، عشان الحاجه دي بتتنفس، المخلل ده بيتنفس كده بيزيد كده جوه البرطمان، فما يوقعش منك ايه ميه ولا حاجه. انا شوفوا انا بهز البطرمان كده بدكه كده هو منه من نفسه كده على الرخامه، بصوا كده بالشكل ده. لكن ما تضغطيش عليه بايديكي خالص. خلاص. انا هسيب بس ايه ده مسافه قيرتين كده اهوت في البرطمان من فوق، علشان ايه ياخد راحته كده في التخليل وما يغرقليش الدنيا. اما اقفله يبقى فيه براح كده معانا. خلاص. اهو نبدا بقى. شوفوا شكله جميل ازاي
اللهم صل على النبي. يا رب تعملوه كده وتاكلوه في الفرح والهنا والسعاده يا رب. هنا الميه انا عندي كده، انا غليتها وسبتها بردت. هحط 4 معالق ملح كل لتر ميه، 4 معالق ملح كبار. خلاص. ومعايا معلقه سكر، معلقه السكر دي عشان تخلي الحاجه كده ايه دايما ماسكه نفسها ومادة حافظه وجميل جدا وبتحافظ على حاجه. وربع معلقه خل، ومعايا بودره الزعفران. عندك كركم، حطي كركم، بس الكركم مع الوقت كده بيركن تحت كده في الميه مبقاش حلو، لكن اللون الزعفران ده حلو جدا. حطيت شويه بقى عصفر اهو، وهقلب كده في الميه كده، ادوب الملح والسكر يدوبوا مع بعض. ودي الهريسه الحلوه الجميله اللي احنا قايلين عليها ان هي سحر في بيتك، يا ريت تعمليها على طول، بتخلي لون الميه بتاعت الليمون جميله جدا. وحطيت طبعا ايه شويه حبه البركه، ما تكتريش حبه البركه لان حبه البركه بتغمق المخلل، فحط شويه صغيرين بس مش كتير. هقلب المحلول كويس جدا، وهبدا بقى ايه ان انا اعبي البرطمان بتاعي لحد ايه قبل الاخر كده بشويه. خلاص اهو. اقرب لكم بس كده البرطمان عشان تشوفوه ان انا مش هملاه على اخره خالص، عشان اخلي فيه ايه شويه من فوق كده. ادي في الخلطه، شوف شكلها جميل ازاي، اللون الزعفران مع العصفر مع ال اللهم صل على النبي الهريسه، بتخلي لون الميه جميله جدا تتشرب كده جميله. وطبعا بتخلي لون الليمون حلو قوي، ريحته حلوه قوي قوي على فكره. خلاص. انا عبيت البرطمان اهو، في برطمان صغير كده كان اتبقى شويه ليمون رحت عاملاه. بص شكل البرطمان جميل ازاي، بصوا بصوا عامل ازاي وجماله. يا ريت تجربوه بالطريقه دي، جميل جدا جدا اهو. اهم حاجه بقى ان احنا ايه نحافظ على ايه على البرطمان من فوق شويه زيت حلوين كده اهوت، يجي ايه ربع كوبايه على كل برطمان عشان ما يدخلوش هوا، ويعمل ايه اللون الابيض ده عليه، ده الزيت ماده حافظه عليه، بتخليه ايه بتديه ساتر كده ما يخشش هوا خالص ناحيته. خلاص. وهقفله طبعا بالاسترتش او كيس بلاستيك عادي خالص، حطي كيس بلاستيك كده واقفلي الغطا بعد كده. لكن انا عندي الاسترتش ده حلو، بحطه كده بيحافظ عليه، بيخشلوش اي هوا خالص. تمام زي ما انتم شايفين كده. وهغطيه. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم كده ان شاء الله، وتجربوا الليمون السريع ده بطريقتي. واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه لو عجبه الفيديو، ويعمل لي لايك. اهم حاجه يا جماعه اللايك عشان الناس تستفيد، الفيديو يروح لاكبر عدد من الناس. اعملوا لي لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، ودوسوا على زر الجرس، ودوسوا على كلمه الكل عشان اي فيديو ينزل يجيلكم اشعار بيه وتشوفيه. تمام. بصي بس شكل البرطمان والليمون جميل ازاي ده، الا بقى طعمه بقى وريحته لما يستوي يجنن يجنن يجنن. يا رب تعملوه بطريقتي كده ويعجبكم ان شاء الله. في خلال 5 6 ايام هتاكلي ليمون. ده الليمون السريع بقى اللي ما بيتنقعش ولا اي حاجه خالص، في ساعه زمن تكوني عاملاه وبيملي في بيتك كده. الحاجات دي جميله في البيت يا جماعه عشان الشتاء جاي بقى، وتاكلوا وتتهنوا كده ان شاء الله باذن الله. بصوا اهو، عملنا كمية الليمون في مفيش وقت قليل، جميل جدا وشكله جميل. اتمنى يا رب تعملوه وتجربوه كده بطريقتي ان شاء الله اهو. بصوا، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ودوسوا لايك، حطي لايك للفيديو لو عجبك ان شاء الله. اتمنى يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم، واللي تعملوا الليمون بطريقتي ويعجبكم ان شاء الله. اتمنى انتم ان شاء الله الخير والسعادة في بيوتكم يا رب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.